السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. ان شاء الله اليوم غنحضروا العسل منزلي 100% وكيجي رائع، وتقدروا تستعملوه في بزاف د الحويجات بحال الرغيف، بحال المخمرات، المعسلات الرمضانيه. المهم كينفعنا بزاف في البيت. كما كتشوفوا غنحتاج هنا قالب ديال السكر كما كتشوفوا هرستو على هذا الشكل، 2 غيطرو ديال الماء، حامضه بلديه، وغناخذ طريف ديال الثوم فاش غندير فيه واحد المعلقه ديال اتاي حبوب. طبعا ما كثرتش، معلقه صغيره ديال اتاي حبوب. كما كتشوفوا معايا غنحتاجو شي طنجره ديال الدقيق مزيانه، غنخوي فيها السكر، كما كتشوفوا طريف ديال الثوم نقي، ندير واحد الكموصه على هذا الشكل ديال الاتاي، جوج لتر ديال الماء، وغنحطوه على نار عاليه حتى يغلى ويذوب السكر. من بعد ما يذوب السكر غنحطوه على نار مهيله لمده ديال 2 ساعات الا ربع، وغنجيو نشوفوا العسل ديالنا. كما كتشوفوا نديروه في نار عاليه حتى يغلى. كي كدور هاد الصفاره كنديروها في نار مهيله وكنخليوها لمده 2 ساعات الا ربع باش نحصلوا على واحد العسل اللي هو غزال، وطبعا ما كيتشمعش لينا في الحلوه ديالنا، كيبقى مزيان. السلام عليكم. كما كتشوفوا معنا من بعد ما وجد العسل ديالنا طاب 2 ساعات، كما كتشوفوا خدام لي 2 ساعات لان على حسب البوطاغاز اللي عندنا دائما نشوفوا كما كتشوفوا الشكل ديال العسل ديالنا كيفاش كيجي، لانه باقي سخون كنخليوه حتى يبرد باش تظهر ديك النتيجه. من بعد 3 سوايع على الطياب ديالو طاب 2 ساعات، وخليت واحد السويعه باش يبرد باش نوريكم الشكل النهائي ديالو على هذا الشكل هذا. وباش نعرف العسل ديالي راه وجد كناخذ 2 مغرفات وكنحطهم في واحد الجنيب حتى يبردوا، ويبقى عندنا على شكل ديال الخيط هكا كما كتشوفوا. وكيبقى معنا فتره طويله بلا ما كيتشمع. حيدوا منه الحامض طبعا اللي طيبنا فيه، وهاد الكموسه ديال الاتاي، وشوفوا معنا شحال هاد اللون غزال تبارك الله وكيشهي. شهية طيبة وبالصحة والراحة، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، لان الصراحة كينفعنا في شهر رمضان بزاف وحتى في الايام العادية. شهية طيبة وبالصحة والراحة.